الإنسان دايماً بيكون مصدر قلق للطبيعة سواء في أسلوب أكله أو حتى مسكنه، فهو بالنسبة للطبيعة والعناصرها مصدر لعدم الأمان بسبب التلوث اللي بيتسبب فيه أو اقتحامه للمساحات الخضراء عشان مصالحه الشخصية. لكن حلقتنا النهاردة بتعتبر حلقة الصلح اللي هتكون بين الإنسان وبين العناصر البيئية. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. احنا سنوياً بنضطر اننا نموت حوالي 15 مليار شجرة عشان نوفر مساحات للبشر، مساحات سكنية من منازل وبيوت وفنادق. لكن في السويد ظهر راجل عبقري قرر انه يوقف الحرب اللي بدأها الإنسان مع البيئة، وقال ليه نضطر اننا نزيل الغابات والمظاهر الطبيعية الخلابة في سبيل اننا نبني مكانها مساكن عمرانية للبشر، وليه نضطر نبوظ البيئة لما ممكن نكون جزء منها، عشان في الآخر يطلع بفكرة عبقرية أبهرت الجميع ويقوم ببناء أول فندق غير مرئي وسط الغابة في العالم. كنت الشخص السويدي صاحب أول فندق صديق للبيئة في العالم كله، أدرك أهمية اتحاد البشر مع البيئة المحيطة بيهم، واستغل المساحات الكبيرة من الغابات المنتشرة في السويد، وقرر إنه بدل ما يقطع الأشجار عشان يبني فندق مريح لأعصاب النزلاء، إنه يبني نفس الفندق بس فوق الشجر. كنت قام باستعانة أفضل المصممين وأبرع المهندسين المعماريين في بناء أول فندق صديق للبيئة فوق الأشجار. ارتفاع الفندق ده بيوصل لحوالي 4 متر ووزنه بيكون 6 طن فوق قمة شجر من أضخم أشجار الصنوبر. التصميم الداخلي للفندق تصميم عصري في كل اللي ممكن تحتاجه من خدمات واي فاي قوية ومكيفات للهواء، بالإضافة إن التصميم الخاص بالأساس جه بشكل عصري أنيق باستخدام مواد صديقة للبيئة من الأخشاب الطبيعية، والإضاءات الهادية المريحة المستمدة من الطاقة الكهرومائية المستمدة من النهر. من ألطف الأفكار في فندق الشجرة ده هو إن الحمام بيعمل بتقنية لحرق النفايات واستخدامها كسماد للزهور والنباتات. وسبب تسمية الفندق بإنه غير مرئي ده لأن كنت تمكن من إخفاء تصميمه الخارجي عن طريق تحويط الفندق بمرايات عاكسة للأشجار اللي حواليه، عشان يوصل مفهوم إن الفندق جزء لا يتجزأ من الغابة المقام فيها. الحقيقة إن فكرة كنت مش بس فكرة ممكن تساعدنا في بناء فنادق أو منازل صديقة للبيئة، دي كمان فكرة عبقرية لبناء مدن سكنية كاملة متكاملة صديقة للبيئة من غير تلوث أو تخريب. لو زرت السويد في أي وقت ما تنساش تجرب فندق كنت الغير مرئي، وهنستناك تحكي لنا تجربتك المميزة. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. استنونا في حلقاتنا الجاية.